السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا في أفضل الأحوال في تمام الصحة والعافية. قبل ما ندخلوا المحتوى الفيديو ما نساوش نصليو على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنبغي نقول للمشتركين الجدد شكرا ومرحبا بكم وألف مرحبا على الثقة ديالكم في هذه القناة. وبالنسبة للفيديو ديال اليوم فهو عبارة عن 3 وصفات، يعني بالعجين المورق السريع اللي كيتحضر يعني اكسبريس بلا تبردي بلا ما تطوي، يعني اكسبريس كتعجني تخدميه في ساعته، كتعجنيه في ساعته وتخدميه في ساعته وبدون توريق، يعني عجين سريع اللي ما غاديش يحشمك، وخصوصا الاصحاب الطلبيات اللي كيجيوهم هكا الطلبيات على غفله. فهاد العجين فخدميه بعينك مغمضين، ما تخافيش انه يفسد او لا يخسر لك، فهو كيتورق وكيجي زوين والخدمه ديالو سهله وكيتخدم كيف ما قلت لكم في الدقيقه 90. فلا عجبتكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش تشاركوا في القناه الى عجبكم بطبيعه الحال محتوى القناه، وتبارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا، وتشتركوا في القناه. ولا شفتوا بان هذه القناه كتستاهل لي لايك ديالكم فما تنساونيش من لي لايك ديالكم. الله يجزيكم بخير، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الايجابيه. الله يجزيكم بخير. اذا فواحد الكسعه او قصريه او لا اي حاجه غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الابيض، من الافضل يكون نوع جيد خاص بالحلويات، 4 المعالق ديال الزيت، معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال السكر، كلشي معلقه كبيره، الملح حسب الخليط، واحد راس نصف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى الا ما توفرش عندكم بلاش، ماشي خطوه ضروريه. يعني عندي واحد 250 غرام ديال الزبده المارغرين، لكم تستعملوا اي نوعيه كتفضلوا. انا استعملت اللذة. غادي نبسبس كلشي هذاك الشيء بين يديا، وغادي ندخل هذيك الزبده مزيان اللي انا حكيت في الدقيق، ندخلوها مزيان حتى يتلبس لكم هذاك الدقيق كامل بهذاك الزبده. هنا غادي نضيف واحد كاس الا ربع ديال الماء. انا خديته غير من الصنبور لان الجو بارد. الا كان الجو ساخن غادي تستعملوا الماء اللي يكون بارد مزيان، يكون ماء بارد جيدا. هنا احتاجيت واحد كأسين الا ربع ديال الماء. وبالنسبه للماء فهو على حساب الدقيق. نصيحه اللي غادي ننصحكم في هذه العجينه، فهي ما خاصهاش تكون ابدا تكون تكون يعني عجينه اللي تكون مطلوقه او لا جاريه، لا، فهي كتبغي ان هذه العجينه كتبغي تكون قاصحه، يعني كتكون قابطه في راسها تقريبا بحال العجينه ديال الشباكيه، او لا نفس العجينه نفس القوام ديال العجينه ديال الشباكيه، فهي خاصها تكون قاصحه. ضروري هذه الخطوه باش ينجح لكم هذا العجين الممرق. هنايا مباشره ما غتسناوش عليها ما والو، غادي دوزو تطلقوها. هنا غادي غتستعانوا ضروري بالدقيق، ضروري الدقيق غتستعانوا به لان العجينه فيها قطعه ديال الزبده، فهي غادي تبدا تلتصق لكم في سطح العمل. ضروري انكم غادي تحتاجوا الدقيق. هنا غادي ناخذ يعني نمدلك، وغادي نبدا نطلق العجينه، وغادي نستعن بالدقيق وغادي نقلبها. يعني ضروري تبقى تقلبوا فيها باش ما تلتصقش لكم، وبالتالي من غادي تبغيو يعني تطويوها على بعضياتها فهي غتلصق لكم وغتعذبكم. هذاك الشيء كنقول لكم الدقيق لان العجينه فيها الزبده. هنا غادي نثنيها على شكل مسمنه، نقادها باش يجيني العجين قد بعضياته، ما يجيش شي طويل شي قصير. ضروري انكم تقادوه، وغادي تستعانوا بالدقيق كيف ما قلت لكم لان العجينه كتلتصق. غادي نسرحها، غادي نعطيها الطول وغادي نعطيها العرض. يعني قد ما طولتوها فغيكون من الافضل، يعني غادي يعطي نتيجه وغادي يعطي واحد الفيلطاج اللي غيكون زوين، يعني غادي يعطي توريق زوين. ملي غادي طيب لينا الملفي اولا الفطيره المالحه كيف ما كيبان لكم من خلال في الصوره. هنايا طويتها يعني شحال ما درتو ديال اللفاس فهي غتكون افضل. اسمحوا لي على التصوير، فانا قربت الكاميرا بزاف لان الاضاءه ما بانش مزيان. هنا غادي انايا
يعني عطيت لي هذوك اللفات اللي قدرت انني نخرج من هاد العجينه على حسب الطول، وغادي نحاول انني نعطيها شويه ديال الطول وشويه ديال العرض باش اول حاجه باش تثبت لي العجينه في بعضياتها ما تبقاش تحل ليا، وثاني حاجه باش نقدر انني نقطعها. هنا غادي ناخذ واحد البلاستيك وغادي ندخلها اما انكم غادي تسبيتوها ديروا هاد الخطوه ليله قبل، يعني سبيتوها في الثلاجه يكون من الافضل ومن الاحسن وغادي تعطيكم توريق احسن، اما انكم تدخلوها للمجمد واحد من 5 حتى ل 10 ديال الدقائق، اولا في الثلاجه واحد نصف ساعه الا كان عندكم الوقت. هنا قطعت العجينه على يعني الجهه الاولى خليتها كبيره والجهه الثانيه قطعتها على 2 انصاف اللي هما متساويين. هنا غادي ناخذ العجينه يعني الورقه ديال الملفي غادي نبدا نسرحها. في الاول غادي ديروا ضربات هكا بالمثلك باش تجيكم العجينه يعني ما تجيكمش الجناب خارجين والوسط داخل. داكشي علاش نديروا هاد الخطوات. ثاني غادي نطلق العجينه ديال الملفي نطلقها مزيان بالاستعانه طبعا بالدقيق. من بعد غادي نزول الجوانب، وفي هذا الاثناء اللي انايا نطلق العجينه في هذا الاثناء فانايا شعلت الفرن على اعلى درجه من الفوق ومن التحت. غادي تسخنوا الفرن ديالكم على اعلى درجه، سواء كان عندكم فرن غازي عفوا اولا كان عندكم الفرن الكهربائي. هنا خديت هذيك الاداه ديال بيك باك الا ما عندكمش غديروا غير فورشيط، غير هي كتسهل الخدمه يعني بالزربه. هنا خديت اللاطه وقلبتها يعني الجهه السفليه ديالها درتها هي اللي خليت درت الوجه، درت فوق منها الورقه ديال الملفي. غادي ناخذ ورق الزبده وغادي نحط فوق منه لاطه وغادي ندخلها للفران واحد 5 دقائق حتى تورق ليا العجينه. من بعد غادي نقص الحراره ل 180 وغادي نخليها طيب على خاطرها من الفوق ومن التحت كيف ما قلت لكم. هنا خديت العجينه ديال المملحه. انا طلقت الجزء الاول فتقطع لي المشهد ما شفتوش، ولكن على نفس الطريقه هذه الجهه اللي غتكون من الفوق لان يعني العجينه غتكون عندها 2 طبقات. طبقه ديال التحت الطبقه التحت عاد غندير الحشوه عباره عن لانشون وكاش وهذا لانشون والطون والجبن، جبنه الموتزاريلا والجبن الاحمر اولا الجبن اللي عندكم، الجبن اللي توفر لكم غادي ديروه، اولا الجبن ديال البواطه داك الجبلي. غادي ناخذ الماء وغادي ندوز بالبانسو من الجوانب باش تلصق لي الطبقه العلويه. في هذا الاثناء كيف ما قلت لكم في الفران سخون على اعلى درجه غندخل المورقه المالحه ديالي غندخلها هذا غندخلها للفران 10 ديال من 5 حتى 7 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق كاع على اعلى درجه. ولكن من الافضل هاد المورقه هذه غير تخليوها غير واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق، لان غيكون الوجه ديالها مدهون بالبيض باش ما يتخطفش لينا اللون من الفوق. سواء كان عندكم انايا كنهضر على الفرن كان غازي اولا كان كهربائي، في اي مورقه خاص يكون الفران ساخن مزيان على اعلى درجه. كتدخلوا المورقه الا كان عندكم فرن ديال الغاز غادي تخليوها غير 5 دقائق. فرن كهربائي غتخليوها 7 ديال الدقائق. عاد غتنقصوا الحراره الاقل من المتوسطه بالنسبه للفرن الغازي و180 درجه بالنسبه للفرن الكهربائي. هنا غادي ناخذ واحد صفار بيضاء اللي ضفت ليه واحد قطرات الخل وخففته بواحد معلقه صغيره ديال الماء. ما توفرش عندي الحليب ماشي مشكل، غير باش نخفو. قطعتها على 8 ديال القطع مستطيله ورشيت عليها البافو. هذا هو الشكل ديالها من طابت، فهي كتجي مرقه كتجي خفيفه كتجي لذيذه صراحه. وهذيك الحشوه كتعطيها واحد اللذه واحد التعليكه من الداخل بفضل داك الجبن. وانتم الجبن الحشوه اللي توفرت عندكم واللي كتفضلوا فانتم غديروها. انا فقط كنعطيكم اقتراحات. هنايا خديت الكريم باتيسير اللي درت واحد 2 كيسان ونصف ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال بودره المستحضره ديال الكريم باتيسير الجاهزه، و3 المعالق ديال الحليب، وضفت معاه واحد 6 القطع ديال بديل الشوكولاته. انا استعملت غيكالا عطاتها واحد المذاق رائع، وصاشي ديال الفاني، واحد معلقه صغيره ديال الزبده صافي.
دخلتها للثلاجه، خليتها حتى قبطات في راسها وطربتها باش تطلع ليا. هنايا من بعد ما طابت ليا الورقه ديال الملفاي كيف ما شفتوا، فانا كنقطعها. وهنايا ملي تبغيو تقطعوها غير بشويه، لان العجينه عفوا الورقه فهي دغيا كتكون فخاجيل، يعني كتكون يعني دغيا كتهرس، دغيا كتكون قابله للكسر بحال الكوفخيط، بحال شي باسطا هكا. يعني لا زيرتو عليها بيدكم ولا وركتو عليها بيدكم فهي غادي تهرس لكم غير بشويه وتطراسيو البلاصه عاد باش تبداو تقطعوا. هنايا خديت الكريم باتيسير وضعتها في بوش، الا ما عندكمش بوش ديروا غير بالمعلقه، والاولى من الافضل ديروا بلاستيك ميكا عاديه، غير دوبلوها لان دغيا ما كتكونش يعني ما كتكونش متينه. ضبلوا الميكا على 2 ولا 3 المرات وديروها. يعني من الافضل انكم ديروا البلاستيك او لا هذا، ما تستعملوش غير يعني هكا. اولا من الافضل الكريمه ديالكم تكون عاقده. انا الكريمه ديالي راه ما عقدتش لانها مازال سخونه واحد شويه، داكشي علاش ما عقدتش. خليو الكريمه حتى تعقد باش تجيكم سهله الا ما كانش عندكم بوش. هنا غادي نعمر الاماكن الفارغه، من بعد غادي ناخذ سباتول وغادي نبقى يعني نليستي هذوك الجوانب نقادهم، وغادي ندخلها المجمد على بما وجدت الكلاصاج. هنايا خديت الشوكولاته البيضاء، تقريبا خديت واحد 10 حتى 12 قطعه، اظن غير 10 القطعات. وخديت معها ودرت معها الحليب، لان الشكلاط ملي كيجمد لان بديل الشوكولاته ملي كيجمد كيقصح وكيتهرس ملي كنبغيو نقطعو. وهنايا كنت موجده هذاك الكورني غير هو شنو ملي تذوبوا هذاك الشوكولاته السوداء خليوها واحد شويه يعني حتى تقبض في راسها. انا درتها وهي مازال سخونه، داكشي علاش نقطات ليا هكاك. هنايا دخلتها للمجمد واحد نصف ساعه، وخليت هذاك الكلاصاج حتى عفوا دخلتها لواحد ساعتين، ماشي واحد ساعه ونصف او ساعتين في المجمد، حتى قبط مزيان هذيك الكريمه لانها كانت سايحه عندي باقا ما بارداش، حتى قبطات في راسها. وهنايا خديت انا غير السكين عادي، غادي نبدا نزول الجوانب. اللي كان عندكم السكين ديال المنشار من الافضل، ولكن ماشي كلشي متوفر عنده السكين ديال المنشار. وتقريبا الناس كلهم كيبغيو المفاي. انايا غادي ناخذ سكين، ولكن شنو هو ان هذاك السكين يكون ماضي مزيان، وغادي تبداو تقطع ديالها راه دغيا بسهوله كتقطع. الا كان عندكم السكين ماضي مزيان غادي نبدا نقطع، وفي نفس الوقت غادي نبدا نمسح هذاك السكين. هنايا بالنسبه للكيك خديت 2 بياض عفوا 2 بيضات وبياض بيضه اللي شاط ليا من هذاك الصفار، من هذيك البيضه اللي دهنت بها هذيك المملحه. هنايا خديت واحد كاس الا ربع ديال السكر ديال سنيده حبيبات، من الافضل يكون النوعيه ديالو رقيقه، يعني من الافضل يكون الحبيبات ديالو رقيقه. هنايا خديت العلبه ديال الياغورت غادي نعبر بها الزيت، عمرت بها الزيت. هنايا خديت هذيك العلبه ديال الياغورت وضعتها في هذاك الاناء، وضفت معها معلقه كبيره ديال الخل. من بعد غادي ناخذ انا خديت استعملت هذاك الياغورت ديال نكهه البنان، جات الصراحه الكيكه رائعه ولذيذه، والريحه ديالها يا سلام، الريحه ديالها لذيذه، من الريحه ديالها غتعرفوها لذيذه. هنايا خديت واحد هذاك اللي عبرت به هذاك العلبه ديال الياغورت، هي اللي عبرت بها الزيت وعبرت بها كلشي. غادي نعبر بها الدقيق. هنايا كنظن انني ضفت 3 ديال العلب ديال الياغورت ديال الدقيق. غادي نضيف واحد 2 اكياس ديال الخميره الحلويات من فئه 8 غرام بيكينغ باودر. غادي نخلط كلشي هكا كيك عادي. الا ما كانش عندكم باتور غتستعملوا الخلاط ديال العصير، اولا غير تخلطوا هكا بيديكم، غير يعني هذاك البيض يذوب مزيان، هذيك السنيده تذوب مزيان في داك البيض. هنا خديت الفواكه المعسله، وخديت رقائق ديال الفول السوداني اولا اللوز اللي عندكم، اولا تستعملوا اللوز هكاك، ولا بيبي شوكولا. يمكن لكم ما تضيفوش هذه الخطوه، غير هي كتعطي صراحه مذاق، وفي نفس الوقت كتعطي واحد يعني جماليه للكيك. خديت معلقه ديال الدقيق باش ما ينزلش ليا هذوك الفواكه كامله، ما ينزلوش ليا لتحت بالنسبه للفم.
فانا كان عندي ساخن، دخلته على 180 درجه غير من الاسفل حتى طاب وتحمر، من بعد شعلت ليه من الفوق خدا هذاك اللون الذهبي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات ديال اليوم. فاسمحوا لي انايا تقطع لي الصوت، نسيته وحيدته، يعني مع المونتاج نسيت وحيدته، يعني تساليت وكل شيء. عاد لقيت بان الصوت، انا كنت بغيت نسمعكم الصوت ديال القرمشه ولكن ما كتبش، فانا كنعتذر مره اخرى. صراحه كيجيو هاد يعني الوصفات ساهلين، يعني اللي بغات هكا توجد جوها ضياف يعني علموه حتى الاخر، حتى الدقيقه 90 كيف ما كنقولوا. فهذه وصفات دغيا كتحضر، يعني من الفيره ما خداتش ليا كاع وقت بزاف، يعني في التحضير ديالها كامل بالطياب بكل شيء، فخدات 3 ديال السوايع. بالنسبه للمملحه راه ما غتفوتش لكم ساعه باش انكم تحضروها وانكم طيبوها، يعني الطياب ديالها كتاخذ واحد نصف ساعه فقط. الكيك حتى هو راكم عارفين بان الكيك ياخذ 40 حتى 45 دقيقه. وشكرا والى اللقاء.